السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل متابعينا الأعزاء في بودكاست يقظة الدولي. النهاردة الحلقة بتاعتنا جديدة ومختلفة تماما عن كل حلقة حضراتكم اتعودتوا عليها معانا. كل مرة كنا بنتكلم عن الدواء وبنشوف أثاره الجانبية والوقاية منه ازاي. احنا المرة دي الوضع مختلف تماما. احنا بقى مش عايزينكم المرة دي تاخدوا الدواء وما تقعوش في الآثار الجانبية بتاعته، وبنحاول ان احنا ما هنخشش الزون دي ان شاء الله او الدايرة دي. معانا ومعاكم ان شاء الله دكتورة غادة زاهر، دكتوراه علاج الأورام، والنهاردة بنسعد بيها جدا ضيفة عزيزة علينا في بودكاست الدولي، وده بمناسبة أكتوبر الوردي. طبعا كلكم هتسألوا يعني ايه أكتوبر الوردي؟ شهر أكتوبر من كل عام من سنة 2006 هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وبيتعمل فيه فعاليات كتيرة جدا وأنشطة كتيرة جدا عشان كل حبايبنا جميع ستات العالم، لأن زي ما احنا عارفين المرأة هي نص المجتمع وهي اللي بتحتضن النص التاني. طيب المبادرة ديت أو الهدف منها إيه؟ الهدف منها زيادة الوعي المجتمعي بعوامل خطورة الإصابة، الحاجة التانية الوقاية منها وأهمية الكشف المبكر. كل ده هنعرفه أكتر مع دكتورة غادة. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتوره فاطمه، ازي حضرتك؟ نورتينا وضيفة عزيزة جدا، ويعني بجد مش عارفة اوصف لحضرتك سعادتي بيكي النهارده ازاي. انا اللي اسعد والله يا دكتوره فاطمه، وشكرا بجد على اليقظه بتعملوا لينا في المستشفى. الله يبارك فيك يا دكتور. نبتدي مع حضرتك ان شاء الله الاسئله يا دكتور. اول حاجه بس حضرتك عايزين حاجه بسيطه بحيث ان كل اللي بيسمعنا يفهم يعني ايه سرطان الثدي ومدى انتشاره يعني درجه انتشاره حوالينا في الحالات وايه المراحل بتاعته. بصي حضرتك يا دكتور، عايزين نقول حاجه بس بسيطه كده نفهم بيها الناس ان اصلا كلمه سرطان وانا ما بحبهاش. انا بحب اللي احنا نقول احسن ورم غير حميد. تمام. التانية كلمه صعبه قوي، الناس لما بتسمعها خلاص بحس ان حياتهم بيقفوا يعني. ده معناه ان الخلايا اتجننت، الخلايا بتاعه الثدي ما بقتش طبيعيه، اتجندت، بدات اللي هي تخرج عن السيطره. تمام. فبدأ ان الخلايا دي تكون كتلة او تكون حاجة تقول اللي احنا عندنا ورم غير حميد. تمام. مدى انتشاره اورام الثدي منتشرة جدا جدا للأسف. هي موجودة طبعا في النساء، بس في منها انواع موجودة في الرجال. في ناس بتعتقد ان هي بتصيب السيدات فقط، لا للأسف هو احنا كمان الرجال بيحصل ليهم ده، مش بنسبة كبيرة بس بيحصل، وبيبقى انواع فيري اجريسيف صعبة جدا. تمام. المراحل بتاعتنا بتتقسم من 0 لحد 4. 0 ده بيكون ورم صغير قوي موجود داخل الغدد اللبنية، ما بيبقاش فيه غدد لمفاوية، والمعدل بتاع الشفاء بتاعه بيكون ممكن نوصل فيه لحد 100%. المرحلة الأولى بيكون الورم فيها بيبقى على حسب حجم الورم، يعني لو هو أقل من 2 سنتي فاحنا في مرحلة أولى، بس ما بيكونش فيه غدد لمفاوية معانا. وبرضو المفروض الحالة دي البيشنت او المريضة ممكن توصل لنسبة شفاء توصل ل 98%. والمرحلة الثانية الورم بيكون حجمه من 2 ل 5 سنتي، ساعات بيكون فيه غدد لمفاوية وساعات لا. تمام. المرحلة الثالثة بيكون 5 سنتي فأكثر. المرحلة الرابعة مش لازم الحجم، بس ممكن المريضة نفسها بيكون الورم منتشر لا قدر الله عندها سواء في العظم او في الرئة او في الكبد او في المخ، فاحنا هنا يبقى احنا واصلين للمرحلة الرابعة. تمام يا دكتور. طيب يا ترى في علامات خطورة او اعراض مبكرة تخلي الواحدة تنتبه كده لنفسها؟ يعني انا دايما بؤمن بحاجة انه سبحان الله ربنا بيدينا زي علامات انذار او بيدينا زي صوت منبه، خلي بالك انت عندك مشكلة في الحتة الفلانية. يا ترى في علامات خطورة او انذار او منبه يقول لي ان انا عندي مشكلة في الثدي اخلي بالي منها؟ ايوه طبعا، ده اللي احنا بنتكلم فيه للسيدات في التوعيه، وبقول لهم انتوا لازم تخلوا بالكم من بعض العلامات، لو كانت موجوده عندك انت لازم ترجعي للطبيب المختص فورا. زي مثلا لو في كتله في الثدي او تحت الابط، مش لازم الكتله بتاع او الورم بتاع الثدي يكون موجود في الثدي نفسه، هو ممكن يكون موجود في الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط، وممكن يكون ده اول حاجه احنا نكتشفها بيه على فكره. عشان كده في ناس كتير ممكن يعني بيدوروا على الكتله اللي في الثدي وينسوا خالص الموضوع بتاع تحت الابط بالذات. غالبا الكتله دي ما بتكونش مؤلمه، تمام، بس ساعات بتكون مؤلمه. فخرافه ان احنا الكتله لازم تكون غير مؤلمه ديت مش حقيقيه. ممكن في عندنا انواع اسمها انفلاماتوري بريست كانسر، اللي هو الورم نفسه بيكون مؤلم. تمام.
تاني حاجه لو في افرازات من الحلم، الافرازات دي ممكن تبقى على هيئه صديد او افرازات مدممه، الحلمه نفسها ترجع لورا، تمام، بيحصل فيها ريتراكشن، ده برضو حاجه تخلينا نقول اللي في حاجه مش طبيعيه عندنا. الشكل بتاع الثدي نفسه اتغير، يعني بقى محبب زي البرتقانه كده، تمام، اللي هو القشر بتاع البرتقانه، ده حاجه برضو مش طبيعيه ولازم فيها نرجع للطبيب، تمام. احمرار الجلد بتاع الثدي كله، اللي الثدي يبقى اكنه مثلا ملتهب قوي قوي او كده كله على بعضه، ده برضو حاجه من حاجات اللي هو الانفلاماتوري بريست كانسر ده. فده برضو حاجه نخلينا نرجع للدكتور عشان نتاكد ان هو مش خراج، او يعني نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون عامله لنا المنظر ده. اي حاجه من الحاجات دي تخلينا على طول لازم نروح للطبيب المختص عشان يفحصنا ونشوف هل انا في عندي مشكله ولا ده مجرد حاجه بسيطه واخد لها علاج. تمام يا دكتور. هو كانت الفكره كنت هقول لحضرتك ايه، طب اللي تحس بحاجه زي كده او تشوفها او تلاحظها، النصيحه اللي حضرتك تنصحها لها ايه؟ يعني تروح للدكتور زي ما حضرتك قلت المختص على طول؟ طيب هل في اشعات مثلا تعملها الاول؟ هل في تحاليل، ولا الدكتور هو اللي يوجهها ويطلب المطلوب بالظبط؟ لا، هي المفروض اللي هي بتروح لطبيب، يا اما جراحه، تمام، جراحه اورام او جراحه او طبيب اورام عادي، وبيشوفها وهو بقى اللي بيوجهها في هذه المرحله احنا محتاجين نعمل ايه، تمام. في اشعاعات، طبعا في اشعاعات، بس مش هي اللي تروح تعملها من نفسها، لان كل سن وليه الاشعه المناسبه ليه. يعني مش كل الحالات بعمل لها ماموجرام الاول، تمام، وفي بعض الحالات انا بعمل لها سونار مش بعمل لها ماموجرام، تمام، وفي حالات تانية لا بكتفي بالماموجرام. فاللي اقصده اللي كل حاجه او كل حاله مختصه بنفسها، فهي مش هتعرف هي انهي كاتيجوري فيهم، تمام. فلازم ترجع للطبيب المختص اللي هيشوفها الاول ويقرر هو هيعمل معاها ايه. تمام يا دكتور. يبقى احنا بس هنقول ان هي لو لاحظت اي علامه خطوره تتوجه على طول لاقرب طبيب مختص هو اللي هيوجهها تعمل ايه. بالظبط. طيب السؤال اللي بعد كده يا دكتور، عوامل خطورة الإصابة بسرطان الثدي، يعني بمعنى إيه؟ هو طبعا يعني هو قدر ونصيب واللي ربنا كاتبه ونعم بالله، بس إيه الحاجة اللي تخلي واحدة ست عرضة أكتر من غيرها للموضوع ده؟ أو هستخدم بقى المصطلح بتاع حضرتك، الورم غير الحميد. احنا دلوقتي أي ست عندها تاريخ مرضي في العيلة لأورام الثدي أو أورام الرحم والمبيض، تمام، بتكون غالبا عندها خلل جيني اسمه بريكا 1 و 2، تمام. الخلل في الجينات دي بيخليها عرضة اكتر من غيرها ان هي يجي لها حاجة زي دي، تمام. ده الحاجة الوراثية. طيب حاجات تانية كان دايما بيعلمونا في الكلية او بيدرسوا لنا ان احنا لازم نشوف السن بتاع الست صغير ولا كبير، نشوف حد من العيلة او حد اقارب درجة اولى او تانية عندهم الاورام ولا لا، طب كانت بتاخد حبوب منع حمل ولا لا، خدت علاج هرموني قبل كده ولا لا، تمام. الوزن الزائد، اتعرضت لاشعاع مثلا وهي صغيره او حاجه، مثلا كانت عندها لوكيميا او حاجه وتعرضت لاشعاع او حاجه من الحاجات دي. طيب هل هي الحيض عندها جه في سن مبكر ولا لا؟ طب وصلت لسن اليأس في مرحله متاخره او متقدمه؟ طب هل هي الزواج نفسه كان فيه رضاعه طبيعيه ولا لا، اتاخرت في الحمل ولا لا؟ كل دي او حاجات بتخلينا نصنفها ماشي من علامات الخطوره سواء بالسلب او بالايجاب، تمام. تمام يا دكتور. طيب حضرتك قلت لنا من عوامل الخطوره الخلل الجيني، طيب ممكن بقى حضرتك تدينا نبذه مختصره كده عن الاختبارات الجينيه اللي بتكشف مبكر عن الورم الغير الحميد ده، واحنا كده نقدر نستخلص من اللي حضرتك قلتيه الحالات اللي تعمل، بس هو عباره عن ايه او اسمه ايه يا دكتور؟ احنا عندنا بريكا 1 و 2 زي ما قلت لحضرتك، دي حاجات بيعملوها. انجليا جولي اصلا لما كانت عندها خلل او لقت في خلل عندها في الجينز دي، عملت بايلاترال ماستكتومي، شالت التو بريست، تمام، وشالت كمان الاوفرز وكده، علشان هي عرفت ان هي عندها الخلل ده وان هي احتمال تصاب بالاورام دي، مجرد بس شك، ما كانش عندها حاجه، تمام. فطبعا ده في الدول تانية مش عندنا، بس لو حد حابب اللي هو يعمل الاختبارات دي، لو هو عنده بقى في بوزيتيف فاميلي هيستوري او حد من الاهل زي ما قلت لحضرتك، الام او الاخت او الجده مصابين او كده، ممكن بيعملهم
وبعد كده ده على فكره بيغير ساعات في العلاج بتاعنا. يعني كون ان الحاجه جينيه ممكن يخلينا نستخدم حاجات غير البروتوكولات المتعارف عليها في المجال بتاع الاورام بالذات. يعني الحمد لله يا دكتور التحاليل دي متوفره في مصر؟ متوفره. في بعض شركات الادويه بتبقى عامله زي كوبونز كده، البيشنت بيعمل التست ده وبنقدر ان احنا نعرف. بس طبعا عشان مريض ياخد، او مش مريض، عشان واحده مش مريضه تاخد ديسيجن ان هي ممكن تعمل حاجه ميجر اوبريشن، ده لسه برضو ده مش اكسبتد قوي عندنا يعني للاسف. هو برضو في حاجه يا دكتور، حضرتك قلت اللي انجلينا جولي بايلاترال، يعني شالت الثدي الناحيتين. ده اكيد حاجه صعبه قوي عليها بالزبط. بس احنا يعني طب ايه راي حضرتك نطمن السيدات ان بقى في دلوقتي جراحات تجميليه وممكن حاجات تعويضيه هتكسبها نفس الشكل؟ في حاجات كده فعلا اكيد. بس يعني هقول لحضرتك على حاجه، هو ده بيكون مع الجراح بتاع الاورام، هو اللي بيقيم الست نفسها وبيشوف يقدر يعمل لها انهي جراحه تكون عامله لها ثقه في النفس، مع اللي هو يعالج برضو ما يكونش اجريسيف عليها. تمام. فده بيكون حسب بقى شكل الثدي نفسه والحاجات اللي زي دي، لكن ده هي موجوده. تمام. فان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيها مشاكل يعني. هو برضو بعد اذنك عشان ما نخوفهمش برضو هنقول ان هي ريسك بنفيت ريشيو، نفس المبدا اللي احنا بنطبقه عندنا في اليقظه، الدواء هيعالج ايه واثاره الجانبيه لو انا اقدر استحمل الموضوع ده بالظبط. فهي كده. نفس الفكره، هل الشكل التجميلي شويه ولا ان انا بحميكي من حاجات لاحقه ممكن ما تقدريش تتعايشي معاها؟ هي دي. فهي فعلا يعني كده. تمام بالظبط. مظبوط. طيب من دلوقتي اساسات المبادره دي يا دكتور هي الكشف المبكر لسرطان الثدي. ايه اهميه بقى ان انا اكشف، او زي ما حضرتك قلت لنا في المراحل بتاعته لو انا عرفت اكشف في المرحله الاولى، ايه الاهميه من الموضوع ده؟ طبعا الكشف المبكر ده حاجه اساسيه جدا. ليه؟ اولا هو بيزود معدل الشفاء عندي بنسبه كبيره قوي. تمام. كل ما انا اكتشفت الحاجه بدري كل ما انا عالجتها اسهل ونسبه الشفاء فيها وصلت لارقام عاليه قوي. تمام. كمان بيقلل لي نسبه الوفيات. يعني انا كل ما اكتشفت بدري كل ما عالجت كويس كل ما نسبه الوفيات في الاخر قلت. صح؟ كمان 80% من الاورام اللي احنا بنلاقيها اورام حميده، مش كلها اورام خبيثه. يعني الكشف المبكر ممكن مش بس عشان يوريني الاورام الخبيثه، بيوريني كمان حاجات حميده موجوده. تمام. اقدر اعالجها، اقدر الست تبقى مرتاحه في الفتره بتاعه اللي هي الرضاعه والحاجات اللي زي دي. تمام. فكل دي يعني كل الحاجات دي بتقولي الكشف المبكر ده حاجه مهمه قوي 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 قوي، خاصه في سرطان الثدي. طب سؤال هيبادر دلوقتي لذهن كل اللي بيسمعونا، العلاج او البروتوكولات اللي حضرتك اتكلمتينا عنها ديت علاج بروتوكولات شفائيه يعني بيتم الشفاء منها، ولا هي لمجرد ان انا احجم الورم ده وامنع المضاعفات الناتجه عنه؟ تمام. احنا ممكن نقول ان احنا حسب المرحله اللي احنا فيها. خلينا نتكلم كده ببساطه عن العلاج وايه ممكن هي تكون العلاج بتاع لو واحده اكتشفنا ان هي عندها ورم في الثدي حسب المرحله اللي هي جايه لي فيها. طب احنا عندنا كورنرز معينه لازم المريضه بتاعتنا هتخش فيها. الاول انا اكتشفت ان الست دي عندها لا قدر الله حاجه مش كويسه، باخد منها عينه. طب بعد ما خدت منها العينه بحللها باثولوجي، بشوف الست دي ده الورم ده حميد ولا لا، طب نوع الورم ايه. تمام. لان ممكن يكون الورم اللي في الثدي ده مش حاجه تانية. في اورام زي الليمفوما والحاجات دي بتيجي في الثدي، يعني هو مش مقتصر بس على ورم الثدي اللي هو النوع اللي احنا بنتكلم فيه. طب اكتشفنا اللي هو ورم الثدي اللي احنا عارفينه، خلاص يبقى انا كده عندي المريضه دي لو هي الورم مش منتشر، يعني احنا مش مرحله رابعه، فاحنا اكيد هنعدي على العلاج اللي هو الجراحي. تمام. بس مش لازم يكون العلاج الجراحي ده اول حاجه هعملها. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن الست تبقى في المرحله الثانيه او الثالثه، فبيكون في غدد لمفاويه موجوده مثلا او الحجم بتاعها كبير. طب عشان زي ما حضرتك قلتي اللي انا اعمل للمريضه دي جراحه كويسه تخليها مرضيه ومش بشيل الثدي كله والكلام ده،
بعمل ايه؟ بندي الاول العلاج الكيماوي، يعني بدل ما العلاج الكيماوي يكون بعد العمليه بديه قبل العمليه. بديه قبل العمليه ليه؟ علشان احجم الورم، اصغره، اخليه قليل، فالجراح لما يجي يدخل يعرف يشيل فقط الجزء اللي كان فيه الورم بحزام امان معين. تمام، يخلينا كده خلاص الست كده لما تعمل الجراحه دي يبقى خلصت الجزء بتاعها. تمام، بعد الجراحه والعلاج الكيماوي اللي هو سواء ما قبل او ما بعد. تمام، بعض الحالات مش كل الحالات بيبقى ليها علاج اشعاعي. تمام، المريضه بتاخد من 15 ل 20 جلسه، 5 جلسات اسبوعيا ما عدا الخميس والجمعه. تمام، وبعد ما بتخلص الجلسات دي حسب مستقبلات الهرمون الاولانيه اللي احنا عملناها على العينه اللي هي الاي ار والبي ار والهير 2 والكي اي 67، الحاجات دي بتخليني اعرف هل المريضه بتاعتي دي هيكون ليها علاج هرموني هتمشي عليه ولا لا. طيب لو هي ما قبل انقطاع الحيض يعني في سن الثلاثينات هيبقى ليها علاج نوع معين من الهرمونات، لو هو بعد ما انقطاع الحيض لا بيكون نوع تاني من الهرمونات. كمان الهير 2 لو هي موجب 3 بيكون ليها علاج موجه اسمه الهيرسبتم، المريضه برضو بتاخده بيحمي. تمام، فمش كل المرضى بتوع الثدي زي بعض، فكون ان المرضى بيقعدوا مع بعض ويحكوا حكايتهم لبعض، انت مش لازم تمري بنفس مراحل كل واحده، كل واحده مختصه بذاتها بحاجات كتير بالنسبه لها. تمام يا دكتور، جزاك الله كل الخير. يبقى احنا كده تاني بنأكد على ان كل حالة لها السيناريو بتاعها ومفيش حالة بتتطابق زي التانية، وناخد كلامها الموثوق من دكتورها. بالظبط. الحاجة التانية بنأكد على أهمية الكشف المبكر. بالظبط كده. تمام. طيب انا فهمت من كلام حضرتك ان كده في فريق طبي كبير بيقف ورا كل واحدة مصابة بالورم غير الحميد ده. دي حقيقة. مما يتكون فريق الطبي؟ الفريق الطبي اولا ما ينفعش يبقى هو دكتور لوحده، احنا جروب كلنا على بعض كده جروب. تمام، احنا مين بقى؟ اول حاجه الجراح بتاع الاورام اللي شافها، اول حد هيكتشفها اصلا. تمام، هياخد منها عينه هيوديها بتاع الباثولوجي، فطبيب الباثولوجي معانا كمان هو كمان في الام دي تي بيعرفنا نوع الورم اللي عندها ومستقبلات الهرمونيه زي ما قلت لحضرتك عليها. بعد كده طبعا طبيب الاشعه اللي عمل لها السونار وعمل لها الماموجرام وهيعمل لها الميتاستيك ورك اب او الحاجات اللي بتاكد لنا ان هي الورم عندها ان شاء الله ما بيكونش منتشر. تمام، فطبيب الاشعه كمان عندنا ممبر. بعد كده الطبيب طبعا احنا اللي هو بتوع الميديكال اونكولوجي والكلينيكال اونكولوجي والراديوثيرابي اللي هم بيدوا الكيماوي والاشعاعي وبيحددوا بقيه خطه العلاج والهرموني، واحنا بقيه الناس احنا اللي بنكمل مع الناس، احنا المرضى بعد كده بيتابعوا معانا على طول. فالفريق ده بيتكون من جراح وبيتكون من الباثولوجي وبيتكون من الاشعه وبيتكون من الميديكال اونكولوجي والراديشن اونكولوجي. تمام يا دكتور، ولو في بقى اي اثار جانبيه من اي ادويه حضرتك هتتواصلوا معانا في اليقظه ده طبعا احنا على طول كده. والجديد برضو لو في اي اثار جانبيه من الاشعاع برضو الكيماوي تتواصلوا معانا. أكيد طبعا. شكرا يا دكتور، ربنا يجازوك كل الخير يا رب. طيب يا دكتور، مشهور خرافات كتير قوي حول الورم غير الحميد في الثدي، وكل واحد بقى يعني حضرتك دلوقتي عارفه اسهل حاجه الواحده تقوم فاتحه جوجل وكاتبه سرطان ثدي، ورم غير حميد بالثدي. ايه الخرافات، اشهر خرافات هتظهر لها على الجوجل ده وحضرتك تردي عليها تقولي لها ايه؟ انا اكتر حاجه بالنسبه لي انا تمام هي اللي الورم بيعدي. جماعه الورم ما بيعديش خالص. تمام، الورم غير معدي، الورم ممكن يورث جينيا لكن هو غير معدي على الاطلاق. فما حدش يتعامل مع المريضه بتاعه الاورام ان هي هتعديه، لان انا شفت كوارث كتير عائليا ان ممكن زوج يطلق زوجته وحاجات زي كده عشان هو خايف ان هي تعديه. فلا، هو الورم ما بيعديش يا جماعه خالص. تاني حاجه ان العينه بتجيب اورام او بتنشر الورم، لا برضو احنا بناخد العينه عشان نعرف نوع الحاجه اللي موجوده عندنا ايه، وبعد ما بنعرف بنبتدي في خلال مده معينه من العينه ديت العلاج سواء الجراحي او سواء الكيماوي. فلا، العينه برضو ما بتنشرش الورم. فده اكتر خرافتين بيقابلوني واكتر حاجتين بقول اللي هم لا 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 يعني. تمام يا دكتور، هو ده دورنا النهارده في البودكاست ده اللي هو نشر الوعي ده وتقليل الحاجات دي كلها.
تمام يا دكتور. يبقى احنا كده برضو تاني بنرجع للمربع رقم 1، وان احنا بنأكد على فعلا نشر الوعي، وده الهدف الاساسي من اكتوبر الوردي طبعا. اللي هو نشر الوعي، القضاء على كل الخرافات دي. وان احنا يعني من النهارده نطلب من كل السيدات العظيمات، يعني بلاش تدي ودانها لاي حد وتسمع تجربه اي حد وترجع للمختص دايما، خصوصا ان صفحات السوشيال ميديا دلوقتي منتشره، ويعني ما شاء الله الدكاتره بجد ربنا يجازيهم خير بيردوا على كل حد خلال الصفحات السوشيال ميديا، الله المستعان. طيب دلوقتي يا دكتور، مستشفى المنصوره الدولي منضمه لمبادره 100 مليون صحه او الكشف المبكر عن الاورام السرطانيه. حضرتك يا ريت تدينا نبذه عن المبادره ديت، يعني مين الفئه المستهدفه، مين اللي يجي يكشف، لو مطلوب منه اي حاجه وهو جاي، بحيث ان هو احنا بنفتح الدعوه وبنوسع المجال لكل اللي عايز يطمن على نفسه يشرفنا وينورنا. مبادرة صحة المرأة بتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي في كل المحافظات. احنا طبعا من ضمن المحافظات، تمام. تستهدف ايه بقى؟ أول حاجة يا إما توعية للسيدات، بنعرفهم ازاي بيعملوا فحص لنفسهم، ازاي يعملوا كشف مبكر لنفسهم. طيب بعد الفحوصات والحاجات اللي زي دي، لو احنا لقينا المرأة دي او السيدة دي محتاجة ان هي تعمل حاجة اكبر شوية، فبتيجي لطبيب الجراحة اللي موجودة عندنا تحت في العيادة، بيشوفها ويقيمها هل هي محتاجة انفستيجيشنز اكتر، محتاجة اشعاعات اكتر ولا لا. شافها ولقاها اللي هي مش محتاجة، بس محتاجة مثلا متابعة كمان 6 شهور او سنة، بيعرفها اللي هي متابعتها كمان كذا. طب محتاجة اشعة سونار او ماموجرام، بنبعتها الاشعة تحت، وطبعا ده مجاني. بتعمل السونار والماموجرام. بعد ما بتعملهم هما الاثنين بنشوف هل هي فيها حاجه او فيها لا قدر الله اورام، ولا الدنيا كويسه جدا معانا. لو كويسه معانا خلاص، لو مش كويسه وفي حاجه وحشه بناخد بقى عينه، بناخد خزعه من المكان ده، وبعد كده بنحللها باثولوجي ونشوف الباثولوجي بتاعها ايه، وحسب ده هنشوف بعد كده العلاج بتاعها هيكون عامل ازاي، هل هتخش مثلا كيماوي او هتعمل الجراحه الاول، حسب اللي احنا هنلاقيه في الاشعه وتقييم في الاخر يعني. بالنسبه لمبادره صحه المراه، لكن مبادره الاورام السرطانيه الجديده ديت كشف مبكر عن 4 اورام زي القولون والرئه والبروستاتا وعنق الرحم. دي مبادره جديده بادئه عندنا في المستشفى من شهر 8. بنعمل بعض الحاجات للمرضى دول علشان نشوف هل هم عرضه اللي يحصل لهم حاجه زي دي، او اللي احنا نكتشف حاجه زي دي ولا لا. واصلا احنا كمان لما بدانا المبادره دي، احنا دلوقتي في نص 10 اهو. عايزه اقول لحضرتك اللي في بعض حالات اورام القولون احنا يعني تم اكتشافها بالمنظار والحاجات اللي زي ديت في الفتره دي، ودي حاجه عظيمه جدا ان احنا نكتشف الحاجه في بدايتها قبل ما بنحصل لها مشكله كبيره. الله يجزاكم الله خيرا يا دكتور. هو فعلا يعني مبكر اكيد احسن من كتير اخش في دايلما، احنا المريض بيبقى في غنى عنه هو واهله كمان يعني. طيب حضرتك كلمتينا عن الفحص الذاتي للثدي، يعني لو باختصار شديد الواحده تعمل ايه عشان تفحص نفسها، وكمان الوقت المثالي في الشهر طبعا هو هيختلف لكل واحد، ايه هو الوقت المثالي؟ خلينا نقول اللي برضو هيختلف معانا الست دي عندها لسه بيجي لها الحيض ولا لا، تمام. فمعظم الناس بنقول لهم اللي احنا بعد انتهاء الحيض احنا بنبتدي ان احنا نفحص نفسنا، تمام، عشان نشوف هل في حاجه غريبه ولا لا. طب بيكون ازاي الفحص ده؟ الفحص ده يا اما فحص بصري عن طريق عيني، او فحص زيتي باللمس، تمام. الفحص البصري ده المريضه بتقف قدام المرايه وبتحط ايدها في 3 اوضاع. اول حاجه ايدها بتكون جنبها، تمام، بتبص على الثديين، بتشوف الثديين هل شبه بعض، طب هل في مشكله في حاجه، هي شايفه اي تكتلات، تغير في لون الجلد، الحاله ما طبيعيه ولا لا، تمام. بعد كده بتحط ايدها في وسطها وبتلاحظ نفس الحاجات، وبتحط ايدها فوق راسها وبتلاحظ نفس الحاجات. الدنيا كويسه وطبيعيه زي كل شهر، خلاص تمام الدنيا كويسه. حست اي حاجه غريبه، لا احنا في المرحله دي محتاجين نروح لحد مختص يبص علينا، تمام. ده الفحص البصري. طب الفحص عن طريق اللمس، بنستخدم ال3 صوابع اللي في النص دول، بتقسم الثدي بتاعها، كل ثدي من الناحيتين بتقسمه 4/4، تمام. وتبتدي تضغط الاول لمس خفيف، وبعد كده ضغط حاجه خفيفه، وبعد كده ضغط تقيل علشان تشوف او توصل لكل اماكن الثدي بطريقه دورانيه كده، وتشوف هل في اي حاجه او حست اي حاجه غريبه ولا الدنيا كويسه. لو الدنيا كويسه خلاص تمام، لو مش كويسه برضو هنروح للطبيب المعالج، او هنروح لحد يقدر يقيم الوضع احسن لو هي مش عارفه تقيم الوضع كويس، تمام.
طب لو بقى الست ديت الحيض خلاص راح من عندها، وهي خلاص ما عادش عندها وقت معين، بقول لها خلاص ثبتي يوم في الشهر، يعني مثلا يوم واحد كل شهر هنعمل فيه الموضوع ده، تمام. هو ده الاوقات اللي احنا بنقول فيها وبنشوف هل في كتل او في سماكه في الثدي او في الجلد بتاع الثدي، احمرار فيه، الحاجات دي كلها بنخلي بالنا منها وبنشوف هل موجوده ولا لا. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. كالعاده طبعا، وده الحاجه اللي بحب نختم بيها كل بودكاست معانا، الوقايه خير من العلاج. طبعا الحق نفسي ازاي بسرعه يعني احاول انقذ نفسي ازاي من الورم غير الحميد للثدي؟ هقول لحضرتك بقى، كل الصفحات بقى بتاعت جوجل وكل الناس بيقعدوا يقولوا لازم نحافظ على وزننا الصحي، نتبع نظام غذائي، نمارس التمارين بانتظام، لو لا قدر الله امرأة مدخنة تبطل تدخين، لو الانجاب بتاعها لازم ترضع رضاعة طبيعية علشان تحمي نفسها، بلاش تاخد علاج هرموني ولازم تتجنب العلاج الهرموني. خلينا نقول ان كل الحاجات دي حاجات كويسة جدا، تمام، ولازم اقولها لأي سيدة، بس انا اسفة هو ده مش هيمنع. انا اسفة هو مش هيمنع بجد. ليه؟ لان في جانب وراثي، فاحنا الكشف بقى المبكر هو ده الحماية. يعني الحاجات دي كلها حاجات كويسة صحيا لينا احنا، لكن الكشف المبكر كل الناس لازم تتبع الحاجات اللي حضرتك قلتيها دي بالظبط. كل الناس، اي حد في الدنيا وميل في ميل كبير كله لازم يتبعها، ولكن حاجات جنرال. الكشف المبكر واللي انا اكتشف في مرحلة بسيطة قوي هو ده اللي هيحميني، مش حاجة تانية. المبادرة بتاع مستشفى المصرية الدولي يا دكتور. صح. طيب، رسالة من حضرتك لكل محاربة عظيمة للورم غير حميد بالثدي، تحبي تقولي لها ايه؟ احب اقول لها ان انت مش لوحدك، وانت قوية وجميلة، وانا فخورة بيكي لان انت قادرة تحاربي حاجة ناس كتير ما بتقدرش تحاربها، وقادرة تحاربي خوفك. انت جميلة في كل حالاتك، في كل اشكالك. انت مش نص المجتمع، انت المجتمع كله، لان النص التاني معتمد عليكي. دكتورة غادة زاهر، في النهاية بجد بشكر حضرتك على المعلومات القيمة دي، وعلى الحوار السري دوت، وعلى النصايح العظيمة دي. ويعني لا يسعني اللي انا اقول لك الا ان اقول لك ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وبجد اي حالة ربنا يوفقنا وان احنا هتكتشفوها مبكر، يعني من احيا نفسه فكانما احيا الناس جميعا. اكيد طبعا يا رب ربنا يوفق حضرتك دايما يا رب، ودايما. واكيد ده مش اخر بودكاست، هناخد بعض من حضرتك على الهواء مباشر اهو ان شاء الله، ان احنا هنتقابل في حاجات كتيره تانية وحاجات تخصصيه اكتر ومبادرات تانية اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. موفقه دايما يا رب العالمين. شكرا يا دكتور. ميرسي، ربنا يخلي حضرتك يا دكتوره فاطمه، وشكرا لليقظه الدوائيه، وشكرا للمستشفى اللي هي بتخلينا نقدر نقدم الخدمات دي كلها للناس. متابعينا الاعزاء، في نهايه حلقتنا نرجو ان انتم تكونوا استفدتوا معانا ان شاء الله، وبنوعدكم بالمزيد والعديد من اللقاءات والنصايح والبحث العلمي الادق والبعد عن الخرافات، وتاني بنأكد الكشف المبكر. شكرا ودمتم بصحه سالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.